مش هتعرفي تعملي الفراخ المشوية بالطريقة دي إلا لو عرفتي السر اللي بيخليها تطلع كده. النهاردة أنا جاية أعلمك طريقة حلوة أوي وتتبيلة جميلة جدا عشان تطلعي الفراخ بالجمال ده. بصراحة بتنفع في كل الأوقات، تنفع في أحلى العزومات، تنفع لو جايلك ضيف وحابة تعملي حاجة مميزة، تقدري تعملي الفراخ بالطريقة دي. النهاردة هنبدأ مع بعض الفيديو، بس قبل ما ابدأ الفيديو انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد لو انت لسه ما اشتركتيش عندي. ولو انت من متابعيني حبايبي عايزة احلى تعليق واحلى لايك. هنبدأ بقى ونقول بسم الله. جبت فرخة كده من اول اليوم، نقعتها كده في شوية مية ونضفتها بمية بليمون وكل حاجة، وقطعتها بقى قطع. يعني اللي وراك عملتها فخاد ودبابيس، وبدأت ان انا اعمل فيها فتحات كده عشان التتبيلة تدخل فيها. وطبعا القطعة بتاع الكتف برضو فتحتها كده عشان تبقى رقيقة وتستوي معايا بسرعة. بعد ما خلصت الكمية كلها هبدأ في تتبيلة الفراخ. التتبيلة دي هي اللي بتخلي طعم للفرخة جميل قوي، وهي كمان اللي بتخليها طرية جدا جدا وجوسي كده. انا جبت بقى بصلاية كبيرة بشرتها، انا ما قطعتهاش بالسكينة، لا انا بشراها ناعمة. طبعا انا كنت عاملاها من دقيقتين 3 فخفت انها تطلع ريحه مش كويسه، فحطيت عليها شويه كده من الفلفل والكمون. طبعا ما بيخليهاش تطلع ريحه مش حلوه. طماطميه كمان مبشوره، وكمان حطيت عليها معلقه كبيره كده من معجون صلصه الطماطم. بعد كده احط بقى حوالي معلقتين 3 زيت كبيره كده. الزيت ده بقى بيديها لمعه حلوه قوي قوي، وبيخلي الفراخ لونها جميل جدا. كمان هجيب معلقة كبيرة كده من دبس الرمان، بصراحة برضو بيدي طعم جميل قوي. وكمان معلقة كبيرة من الخل. الخل بقى مهمته هنا ان هو بيخلي الانسجة بتاع الفرخة تتفتت فتستوي معايا بسرعة. التتبيلة بقى السر ده، دي تتبيلة الفراخ المشوية، انا جبتها من العطار. بصراحة انا ما استعملتهاش قبل كده بس ادتني نتيجة رائعة، كنت اول مرة استعملها، فقلت بالمرة كده اجربها. انا كنت بحط بهارات من العطار، كنت بجيب بهارات سايبة، بهارات فراخ وحاجات كده، اللي هي اللي انا بحطها. بصراحة اول مرة اجرب التتبيلة وكانت فكرة رائعة ان انا اطلع فراخ مشوية بالجمال ده. هحط حوالي برضو معلقة كبيرة، بصراحة ريحتها حلوة قوي ومعمولة مخصوص عشان الفراخ المشوية. كمان هحط معلقة صغيرة كده من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من الشطة الحامية، انا بحبها تبقى فيها طعم كده حامي شوية. لو انت ممكن تستغني عن الشطة الحمراء عادي. بعد كده هظبط الملح، واحاول ان انا هحط شوية ملح زيادة كده، لان الفرخة لما بتقعد شوية في التلاجة بتمتص كل الاملاح، فعشان ما تبقاش دلعة. لو هي دلعة معاكي مش هتلاقي الطعم الحلو اللي انت حاباه. فكونك ان انت تعرفي تظبطي الملح ده وتطلعي الطعم اللي هو يعجب اي حد، ده دي برضو شطارة منك. بعد كده هجيب ليمونة صغيرة كده، او لو عندك الليمون كبير ممكن تحطي نص ليمونة بس، برضو بتدي الفراخ مزازة كده وطعم جميل جدا. خلاص كده هقلب كل المكونات دي مع بعضها قوي قوي لحد ما احس كلها امتزجت مع بعض، وكل الملح بدأ يتبلها والبهارات تتبل البصل والمكونات دي. وابدأ بقى ان انا اجيب الفرخة واتبلها بالتوابل او بالتتبيلة اللي انا عملتها دي. هجيب صينية عندي كده او حاجة واسعة عشان اقدر اتبل كويس، وفي نفس الوقت كل قطع الفراخ تاخد من التتبيلة. هرصها كده في الصينية، وابدأ بقى انزل عليها بالتتبيلة زي ما هتشوفوا معايا كده. هنزل بقى بكل التتبيلة دي على الفرخة بالشكل ده، وافضل ادعك الفرخة بكل التتبيلة وكل الفتحات اللي عملتها في الفرخة. ابدأ احاول ادخل فيها التتبيلة علشان خاطر تاخد منها وتمتص كل الطعم الحلو اللي هو بتاع البصل والطماطم والحاجات الحلوة دي. بعد كده هسيبها في التلاجة حوالي يعني لو انتي حابة
وفي عزومه ممكن تعمليها من بالليل. اما لو انت هتعمليها لنفسك ومستعجله، اقصى حاجه ممكن تبقى ساعتين، يعني ما تبقاش اقل من ساعتين عشان تقدر الفرخه اولا الانسجه تبدا انها تتفتت شويه فتستوي معاكي في الفرن بسرعه، وكمان تاخد من الطعم الجميل بتاع التوابل اللي انت حطيتيه. خلاص كده انا تبلتها كويس اهو. اجيب بقى كيس بلاستيكي كده عشان طبعا التوابل هي ريحتها نفاذه شويه، هتخلي ريحه التلاجة كلها توابل، فانا هغطيها بيها، وبعد ساعتين 3 كده اطلعها عشان ابدا اعملها في الفرن. طبعا عشان خاطر اعملها في الفرن انا عندي صينيه كده مربعه، علشان خاطر الشبكه اللي هحط عليها الفرخه هي مربعة، فعشان تاخد الشبكة انا جبت ورق من الفويل عشان الخص على نفسي ان انا الصينية تبوظ او تتحرق او تبقى فيها حاجة. لا، انا عملتها كده بورق فويل وحطيت في قلبها مية. المية دي هي اللي هتساعد ان الفرخة تبقى مستوية وفي نفس الوقت طرية من جوه ومتحمرة وحلوة من بره. طبعا بعد ما حطيت الميه كده هحط منسوب ميه كويس، حتى لو فاض ميه في الاخر هرميه خلاص. بس إن عشان الميه ما تنشفش وتنشف الفرخه وتبقى ناشفه وقاسيه عليكي وانتي بتاكليها، انتي عايزاها تكون طريه جدا وجوسي كده من جوه. بعد ما احط الشبكه عليها كده واظبطها، هبدا احط قطع الفراخ، ولو نزل من التتبيله في الميه مفيش مشكله، بتبقى ريحتها جميله جدا وهي بتستوي، يعني ما تخافيش منها، بتدي ريحه حلوه. وكمان برضو وانتي بتقلبي الفرخه برضو هينزل من التتبيله والبصل، ما تقلقيش خالص مش هيجرى لها حاجه. رصيتها كده واحطها بقى في الفرن. اولا هحط الفراخ على الرف الاخير، وبينها وبين الارضيه بتاع الفرن حاجه بسيطه، وهولع الشوايه من فوق بس تكون متوسطه بحيث انها تحمر الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد بقى ما تستوي معايا ابدا، لو انتي بعد ما تستوي معايا خلاص وتتحمر وشها، هبدا اقلبها على الناحيه التانية عشان تاخد وش من الناحيه التانية وبتبقى بالشكل الجميل ده. طب انتي واحده هتقول انا الفرن بتاعي مش بيشتغل الشوايه والفرن مع بعض، سيبيها خالص لما الفرخه تستوي معاكي وبعد كده اطفي من تحت وولعي الشوايه، حمري الوش، فكده هتبقي ضامنه ان الفرخه استوت معاكي تماما. خلاص كده هبدأ بقى اطلعها من على الشبكة كده احطها في طبق. خلاص كده الفرخة استوت معايا تمام متحمرة كويس. هجيب بقى شوية كده من البقدونس، يدوب بس كده شكل مش اكتر. بصراحة مش قادرة اقول لكم الطريقة دي جميلة قد ايه. طب لو انا حابة بقى جايلي ضيف وحابة ان انا اقدم حاجة محترمة وشكلها حلو، هعمل بالشكل ده. هغرف شوية كده من الرز في الجنب، وشوية كده من الطماطم اقطعها شرايح، وكمان احط قطع اللحمة جنب الرز، ازين الرز كده بحتة من البقدونس، ولو اني انا مش عاجباني شكلها فانا هشيلها، فبصراحة ما عجبتنيش انا شلتها. فخلاص هو الشكل كده جميل جدا بسيط وسيمبل وهيعجب كل اللي موجودين. في النهاية لو عجبك الفيديو انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.